في صورة أخرى بتاعت شاحنة السوريين اللي تم اكتشافها في النمسا. عايز أقول لكم إن في جريمة إنسانية هنا. في جريمة إنسانية يا جماعة بتحصل للشعب السوري. يا جماعة في اكتشاف مثلا ليبيا جابت كمية من الضحايا كانوا بيعدوا بالمركب وغرقوا في البحر، والصور فظيعة وموجودة على الانترنت في كل حتة. السوريين والأسر اللي حضراتكم شايفينها دي اللي بتعبر سواء في وسط الغابات في وسط الجبال في أوروبا عايز يوصل لبر الأمان، بيحصل ان هم بيقعوا في ايد مافيا عشان تهربوا، سواء مافيا تركبوا مركب ويغرق، مافيا توصلوا لغاية تركيا لأن تركيا بتسمح بدخول السوريين، ويبدأ هو ياخد عياله ويعدي بيهم على اليونان ويبدأ يعدي بيهم على كذا في المية، يقول لك دي رحلة ساعتين دي رحلة 3 ساعات، يموت هنا يموت هنا، يوصل هنا يحطوه في عربيات يحاولوا يهربوه. النمسا اكتشفت 71 جثمان في عربية نقل طعام ثلاجة، اتقفل عليهم الباب لغاية لما ماتوا. فاكرين الافلام بتاعت هوليوود؟ فاكرين؟ ممكن زملائنا لو كتبوا يعني يلحقوا يجيبوا لكم الصورة قدر الامكان. فاكرين افلام هوليوود؟ عايز اقول لكم ان الصور شديدة البشاعة. ادي العربية اهي، وادي الباب اللي كان مقفول عليهم جوه، 71 بني ادم، ومنهم 4 اطفال، ومنهم نساء، اسر كاملة. فتح الباب فاكتشفوا ان هم ماتوا. تخيلوا اب بيموت وهو كان بيحاول ينقذ اسرته لانه مش لاقي ياكلهم ولا عارف بلده فين ولا عارف ايه اللي بيحصل له، فبيموت يموت الان. وكل اللي واقف بينه وبين حياة ابنائه، سيبكم من حياته هو الشخصية، كل اللي واقف بينه وبين الحياة ان طفله اللي عنده 6 سنين يعيش ويكمل دنيته، هو انه يكسر الحديد ده. فيكتشفوا ان الناس ميتة وايديها مكسرة من كتر ما قعدوا يحاولوا يخبطهم على الحديد اللي مقفول عليهم ومتبرشم لغاية لما ماتوا. يا ترى اخر نظرة في عين العيال كانت ايه والاب بيموت وابنه مش قادر يتنفس او مات في ايده، ولا زوجته اللي معتمدة عليه؟ والله عار على العرب، والله عار على العرب، والله عار على العرب اللي بيحصل للشعب السوري. عار على العرب جميعا ايا كان في اي مكان. عار عليكم انكم منعينهم ان يلاقوا مكان يقعدوا فيه. عار عليكم، وانا عارف الامن القومي له حدوده والامن كذا وكل حاجة ممكن تتخيلوها وكل الاعذار اللي ممكن تتخيلوها. عار على البشرية كلها ما يحدث للشعب السوري. عار على البشرية كلها اللي بيحصل لأطفال سوريا. عار على البشرية كلها ان يتنشر صور بهذه البشاعة لأطفال بيترموا في أمواج. ذنبه ايه؟ ذنبه ايه؟ ذنبه الزفتة اللي اسمها داعش، ولا اللي دخل بلده، ولا اللي دفع لبلده، ولا رئيس كبس على نفس بلده لغاية لما جاب أجل؟ ذنبهم ايه؟ امسك ابنك في ايدك كده وقرر وقول والله احنا هنموت خلال 4 ايام. هتعمل ايه وولادك في ايدك مش لاقي تاكلهم؟ سيبكم من اللي عايشين عندك في مصر ومش لاقيين ياكلوا كمان، انا بكلمكم على اللي مش عارفين يعيشوا اساسا فين، على اللي بيضطر ان هو يترمى كده في قلب الموج ويموت والموج يحدفه على شواطئ وما تعرفش هيتدفن فين. دي قصة شعب عربي، قصة انسانية. عار على الوطن العربي كله وكل زعمائنا. ده اللي المفروض يتعمل له اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، ده اللي المفروض يتخصص له مليارات كل شهر، حتى لو وطنتوهم وطلبتم ان هم يتم توطينهم داخل سوريا وتبعتوا لهم اعانات وتبعتوا. اتفرجوا على حال الشعب السوري، اتفرجوا على حال الشعب السوري. فين جامعة الدول العربية؟ اين جامعة الدول العربية؟ انتم فين من اللي بيحصل ده؟ تقدروا تضغطوا على دولة عربية واحدة؟ هتقولوا بقى اصل احنا بنتابع واصل عندنا اجتماعات لجان واصل واصل واصل. حرام عليكم اللي بيحصل في السوريين، حرام عليكم كل ده. وما تستنوش الامم المتحدة هي اللي تخش وتشارك،
انتوا العرب مش احنا العرب، وبلاد العرب مش عارف مين، واوعى وشك واحنا نقف جنب بعض واحنا المسلمين واحنا سيبكم من كل الخرط اللي بتقعدوا تقولوه لنا ده كله. ما عادش بياكل مع الناس الكلام ده، لان انا بتفرج على دول، انا بتفرج على ناس بتموت، انا بشوف اللي كان ممكن يحصل في بلدنا. ومرة اخرى ايوه احمدوا ربنا لما تتفرجوا على صور زي دي، احمدوا ربنا 100 مرة، احمدوا ربنا 100 مرة ان انتم ما شفتوش اللي بيشوفوه الناس دي ست ومعاها عيالها، او اب معاه عياله او الاتنين. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ اصبحهم كل يوم الصبح بيقوموا يعزوا نفسهم في قرايبهم في كل حته، ما عادش عارف ابن عمه اتدفن فين، ولا عمه اتسجن ليه، ولا ده عمل ايه، ولا ده عمل ايه، ولا ده فين، ولا الفساد ولا غيره ولا غيره. اللي بيحصل للشعب السوري عار على جامعه الدول العربيه، وعار على الوطن العربي كله، قبل ما يكون عار على العالم، لان ده لحمك انت، لحمك انت. لمه لمه وقف جنبهم بقى، كفايه بقى. الصور اللي احنا شفناها في ال3 ايام اللي فاتوا دول، انا بكلمكم على اكتر من 300 بني ادم سوري ماتوا في 3 مناطق مختلفة في العالم. والنهاردة ماسكين عربية جديدة في النمسا، النهاردة الان قبل البرنامج، النهاردة ماسكينها وفيها 4 اطفال حالتهم خطر، لان محطوطين ومقفول عليهم لغاية لما نفسهم بيروح، ما بيلاقوش هوا يتنفسوه عشان يهربوهم، وبيقبضوا منهم وبيبيعوهم وبيتاجروا بيهم.